سلام الله عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم طاجين الزيتون على السريع. شوفوا مع بعض الوصفة. عندي هنا بصلة كبيرة مربية، نضيف لها كمية من الزيت، زوج ملاعق زيت. بعدها راح نضيف الملح، راس الحانوت وشوية فلفل أسود. هنا وحده سقساتني قالت لي شنو هو سر طاجين زيتون اصفر. انا راس الحانوت اللي نشري هذاك تاع ساشيه تاع 6000 وقيله يدير. بعد هاني ضفت الدجاج تاعي، قلت لكم يدير واحد 6000 يكون لونه اصفر. نورمالمون يزيدوا له الكركم. بعد ما يتقلى لنا الطاجين البصل والدجاج تاعنا، راح نضيف 3 حبات زروديه مقطعين رقاق دوائر ونخليوهم يتقلاو مع بعض. انا من جهه حطيت الزيتون تاعي في ماء وعصره قارص يغلي باش تروح له هذيك المروريه وما يتلونليش اسود. بعد ما دخل طياب للدجاج تاعي وللزروديه تاعي تكون هنا دبالت شويه، بدا يدخل لها طياب، راح نضيف الزيتون ديالي ونمرق بقليل من الماء. ما نستعملوش الماء بزاف خاطر كلش راهو طايب، باش تمتم يطيب لنا الزيتون ديالنا. هنا راح نغلق عليه شويه، بعدها راح نمرق. بعدها راح ناخد شويه من هذيك المرقه ونضيف لها ملعقه فارينه، نخلطها مليح ونضيفها للخليط للطاجين تاعي. هنا علاش نستعمل هكا؟ باش تتقال لي المرقه تكون ثقيله، ما يكونش خفيفه، راح تتقال وتجينا بنينه. بعدها راح نزيدها كما قلت لكم ونغلق عليها شويه، واحد ربع ساعه. بعد ما يطيب راح نقدموه وشهية طيبة. كما قلت لكم نصبروا عليه واحد ربع ساعة باش تدخل هذيك الخليط تاع الفارينة اللي درناه ونقدموه. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، طاجين الزيتون على السريع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتطبقوها. سلام.